الصراحة أنا عايش حياة مستقرة بفضل الله، وعلاقاتي مع الناس مستقرة إلى حد كبير أوي، 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 ممكن يوصل ل85 أو 90% من علاقاتي مع أغلب البشر اللي باتعامل معاهم مستقرة جدًا، لا بازعل من حاجة ولا من حد ولا في أي حاجة بتأثّر فيّا بسهولة، وده لشوية قواعد كده عِشت بيهم في حياتي. يعني أنا جاي أتكلم معاك النهارده في شوية الحاجات اللي أنا عِشت بيهم وقد إيه هي أثّرت معايا بشكل كبير أوي، وبنت لي فعلًا حياة مستقرة. لو أنت حابب تعيش نفس الحياة المستقرة دي، تعالَ اسمع معايا. أول خطوة لمّا عرفت إن ربنا قال لك: "وقد خلقكم أطوارًا" فقُلت بس، يبقى تقبّل الآخرين كما هم، عيش مع الناس عادي جدًا بطبيعتك الطبيعية جدًا، ولكن ما تحكمش على حد ولا تتوقع حاجة من حد ولا تتعشم في حد ولا أي حاجة. كل الناس عندها أنماط شخصية مختلفة وأنت مختلف بالنسبة لهم، فتقبّل الآخرين كما هم، هتعيش مرتاح البال. دي رقم 1. رقم 2 ودي برضه فرقت معايا كتير أوي، لمّا تدخل أي نقاش اعرف إن رأيك صواب، يحتمل الخطأ، ورأي غيرك خطأ، بس يحتمل الصواب. خلِّت عندي مرونة كبيرة جدًا إني أقدر أسمع الناس وأفهمهم وأتقبّل آرائهم وأبدأ أسمع منهم وأدّي لهم كلامي، ولو حد بيعترض أو بينتقد حاجة فيّا ما آخدهاش على المحمل الشخصي، لإن وارد رأيي صواب ولكن يحتمل جزء من الغلط. فبدأت أفكّر فيها كويس. أمّا الحاجة التالتة اللي عرفتها إن في مشاكل كتير جدًا بتحصل ما بين الناس، وأغلب المشاكل دي بتحصل لسببين، إما إن هو مقصود لم يُفهم، أو مفهوم ولم يُقصد. في الحالتين ما بندّيش نفسنا فرصة إن إحنا نسمع بعض، وبس بنبقى نِدّ لنِدّ وبنحارب بعض فقط لا غير. لمّا عرفت إن في حاجات كتير جدًا الناس تقصد حاجة وأنا فهمت حاجة، أو أنا أقصد حاجة والناس فهمت حاجة، بدأت أهدى وأسمع الناس كويس، ولو فهمت حاجة تضايقني بارجع له، أقول له على فكرة أنا فهمت كذا، هل أنت كنت تقصد كذا؟ فالحياة بتتحل بسهولة. دي بقى فرقت معايا جدًا، وعرفت إن في ناس كتير أوي يقول لك ده قلبه أبيض بس بيرمي دبش. عرفت إن الفرق ما بين كسب القلوب وكسر القلوب هو الأسلوب. ففرق مهم جدًا وفرق شاسع جدًا. إزاي إن أنا لو قُلت الكلمة بطريقة كويسة باراعي فيها مشاعر اللي قدامي وباراعي نفسيته وباراعي الكلمة دي هتأثّر فيه إزاي في المستقبل، الموضوع بيفرق معايا بشكل كبير أوي. ولمّا حد يقول لي كلمة ما آخدهاش على المحمل الشخصي، لإن وارد جدًا يكون هو ما اتعلمش. وأختم بميزة عنده، هتلاقيه خَد الانتقاد ده على محمل إن الله أنا عايز يبقى عندي 3 مميزات بدل ما ميزة وعيب وميزة. هتلاقي الموضوع اختلف بشكل كبير أوي، والناس حابة تسمع رأيك في كل حاجة تخصها. 7 يا الله على رقم 7 خلّيتني هادي، حكيم، الكلمة اللي بتطلع مني محسوبة ومعروف رايحة فين وهتعمل إيه وقدّام مين وإمتى. لإن ليس كل ما يُعرف يُقال، وليس كل ما يُقال آن أوانه، وليس كل ما آن أوانه حضر أهله. اعرف هتقول إيه، إمتى، قدّام مين، في أنهي وقت بالضبط من الحياة، لإن الموضوع ده بيجيب كوارث. وهنا وقفنا في فيديوهات كتيرة سابقة وفي محاضرات كتير، الناس اللي بتحضر معايا عرفت إن الحق ما بيكونش إلا لمّا يكون في الوقت الصح وبالأسلوب الصح وقدّام الناس الصح. رقم 8 كانت حاجة بتضايقني جدًا. كل ما آجي أعمل خير في حد أو آجي أساعد حد، ألاقي حد جنبي بيقول لي: "يا عم خيرًا تفعل شرًا تلقى." فيعني اللي هو يا عم أنا باعمل فيه خير، إزاي هييجي لي شر؟ فبدأت أتعامل مع نفسيتي أنا، عشان ربنا قال لك: "عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم." فبدأت أنا أعمل الصح، والله لقيت حد تاني بيعمل فيّا حاجة وحشة، يبقى يا إما بالتمس له العذر، يا إما هو دماغه طايرة منه، فربنا يعينه على دماغه وهيلاقي هو نتايج فعله، وأنا هالاقي نتايج فعلي. بس رب العزة عز وجل قال لك إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الموضوع بيختلف بشكل كبير أوي لمّا أنت تبدأ ولمّا أنت تعمل الصح ولمّا أنت تعمل الخير. الخير اللي بتعمله أعِد لك، والشر اللي هو هيعمله أعِد له. وأنت تقدر ما بين الخير اللي بتعمله والشر اللي جاي لك إن الشر ما يصيبكش وما يفرقش معاك. اعمل الخير هتلاقي الخير. ما هو ربنا قال لك: "وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان." فلمّا حد يحسن إليك احسن إليه. الأخيرة لمّا تتعلم حاجة طبّقها، لإنك لو ما طبّقتش حياتك بتختلف بشكل جذري، بتبوظ. والله عقلك بيبوظ، عقلك بيترجم إن المعلومة اللي دخلت ما اتطبّقتش فما اتفهمتش فما لهاش لازمة، ولكن ليها مخزون عندك في العقل. إيه الدور اللي هيحصل؟ هيحصل عفن العلم، مش هتقدر تستقبل معلومات تاني جديدة، ولا هيحصل في حياتك أي update إطلاقًا لو ما طبّقتش. ما هو أصل رب العزة عز وجل قال لك: "ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم وأشد تثبيتا."
الاخيره ورقم 10 وهي كل حاجه، اتاكد انك عامل لنا متابعه، دايس على القلب الجميل اللي زي قلبك الابيض الاحمر ده، حوله لقلب احمر عشان يبقى بينبض كده زي قلبك، واعمل سبسكرايب وشير طبعا لاي حد حابب ان هو يعيش حياه مستقره، او اي علاقه انت عايش معاه ونفسك ان هو يعاملك بنفس الطريقه اللي انا بكلمك بيها دلوقتي. اعمل له شير للفيديو ده وابعته له، خلي اكتر الناس مستقره. سلام عليكم.